هل سمعت عن أشهر الأخطاء اللي تخلّيك تخسر الbusiness بتاعك؟ أهلًا وسهلًا بيكم في فيديو جديد من سلسلة عقلية ناجحة تساوي شركة ناجحة، والنهارده هاتكلم من زاوية جديدة، اختيار الشريك ده لو لازم تشارك حد أصلًا الجزء التالت. خلوني في الأول أفكّركم بهدف سلسلة الفيديوهات دي، أنا باشارك معاكم خبرتي وخبرة ناس كتير في مجال ريادة الأعمال والbusiness اللي هتوفّر عليك في وقت، مجهود وفلوس وصحة. أول ما هتخلّص الفيديوهات دي هيكون عندك رؤية مختلفة في نجاح شركتك، وهتكون شايف زاوية جديدة وأنت بتاخد قراراتك في فتح الشركة وإدارتك ليها عشان تتجنب كل المشاكل والأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها. ياما سمعنا إن في أصحاب أو حتى إخوات شاركوا بعض وبعدين الموضوع انتهى بخناقة كبيرة، وكمان الموضوع يمكن يكون وصل للقضاء أصلا. وهنا هتلاقي بعض الناس بيقولوا جملة شهيرة بس ركز فيها: عايز تخسر صاحبك شاركه. طيب ما تيجوا كده نعمل بلاي باك ونرجع نلحقهم وهم بيفكروا يشاركوا بعض. وفي الفيديو ده أنا دوري أشرح شوية حاجات تخليك تكسب في شركتك وما تخسرش صاحبك، لأني شفت كتير. وأنت دورك هنا تحلل وتاخد القرار وتساعدهم وتساعد نفسك. أول حاجة ومهم جدا تاخد وقتك فيها: ازاي اختار شريكي. وفي هنا حديث قدسي، وهنا ربنا اللي بيقول: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. وحط في بالك ان الشركه عامله زي الجواز بالظبط، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. المشكله هنا بتبدا ان اتنين او اكتر بيقولوا فكره حلوه، تلاقي بقى فيهم واحد كده عينه لمعت وسرح وبدا يفكر في مستقبله وهو معاه عربيه وفيلا. يجوا بقى تاني اجتماع بورقه وقلم وكل واحد بيرسم ويخطط ويحسب حجم شنطه الفلوس اللي هو عايز يجمع فيها الفلوس بتاعه المكسب بتاعه الشركه. يمكن تكون مستغرب من السيناريو ده، بس صدقني ده اكتر حاجه بتحصل لما بيكون في ناس عايزه تشارك بعض في مشروع. المشكله هنا في كذا اتجاه. اول اتجاه بقى انه عدد الشركاء كل ما كتر كل ما تكون تحت ضغط والمشاكل تكون معقده اكتر. يعني انا بشبهها بطبق المكرونه الاسباجيتي، بتبقى مش عارف اوله من اخره فين، لان كل واحد هيطلع براي وكل واحد شايف ان رايه صح. فهتبدا انت تبذل مجهود كبير قوي في دراسه كل الاراء بقى، وتبذل وقت اكبر في النقاش والاقناع. وده بيؤدي على طول للمشكله اللي في الاتجاه التاني، وهي استنفاذ مرعب للموارد والطاقه والجو الايجابي في الشركه اللي لسه اصلا ما اتولدتش. الاتجاه التالت ده ما شاء الله بيجي طبيعي، بس ده اخطرهم واصعبهم على فكره. اول ما اتنين من الشركاء تلاقيهم اتفقوا على حاجه، باقي الشركاء يزعلوا ويحسوا ان هم اتفقوا عليهم، فيبداوا يعملوا تكتلات عكسيه من باب يعني بقى العند واسترجاع السيطره. وحتى لو كانوا عارفين ان هم كلامهم غلط ورايهم مش اصح حاجه، ولكن العند وحش. الموضوع بيقلب صراع قوى واحزاب وتكتلات، وبيكون البقاء للاقوى. والمقصود هنا الاقوى حاجات تانية كتير. يعني بالنسبه للشركه هو حجم التأثير في الشركة والتحضير للمعلومات والقدرة على العرض والإقناع ومعالجة الاعتراضات. وعشان كده كل ما عدد الشركاء قل كل ما هيكون أحسن. وهنا أنا بتكلم عن 2 ل3 بالكتير. وخليك حاطط في دماغك إن الشيطان جاهز ومرتب أوراقه كويس قوي عشان كلكم تخسروا في الآخر. تعال بقى نتعمق شوية في مواصفات شريكك في الشركة، وهسألك سؤال واحد وهو ساذج جدا، استحملني، وإجابته منطقية، بس هتشوف منه مشكلة بتظهر في معظم الشركات إذا ما كانش كلها. ينفع تشارك حد ما تعرفوش أو حتى ما بتحبوش؟ الإجابة المنطقية إنه لأ. لازم أكون عارف الشخص ده اللي هشاركه كويس جدا، ولازم أكون مستريح وبحب التعامل معاه كمان. وأكيد دلوقتي بتسألني عمرو دلوقتي يعني دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ طيب خليني الأول أفكرك تاني إن دوري في الفيديو ده أشرح ليك وجهة نظر البيزنس، وأنقل ليك خبرات ناس كتير وأخطاء ناس أكتر، وأنا منهم. وأنت تاخد القرار اللي يعجبك. لما تقرر تشارك حد أنت شايف إنه شاطر وانت بتحبه، العشم بيدخل ما بينكم على طول، وده طبيعي. واول حاجه بيعملها العشم فينا اننا ما بنكتبش اتفاقاتنا بوضوح على ورق. ولو عملت كده تلاقي الطرف التاني بقى بيبص لك بصه انك انت مش واثق فيا ولا ايه، ودي بدايه مش مبشره. خليني اقول لك على حاجه مهمه: اعتمادك على الاتفاقات الشفهيه يعني تحضيرك لكارثه وانت مش واخد بالك انك بتكتب مشهد النهايه. وهنا انا افتكرت حكمه قديمه شويه بس بتقول ايه بقى: اضعف حبر اقوى من اقوى ذاكره. تبعيات الكلام ده بقى ان كل واحد بيترجم العشم بمعتقداته وافكاره وفهمه هو، وهنا ما بيكونش فيه اي مرجعيه، وتتوه الحقائق وتبدا الخلافات. وده اكبر مدخل للشيطان في اي شركه. وهقول لك على قصص واقعيه عشان تشوف حجم المشاكل والنتيجه بتاعتها. المنطقه الشائكه بقى واللي دايما بتؤدي الى مشاكل هي منطقه الافتراضات، واللي بتيجي من الفهم المختلف لكل طرف. على فكره ما تقدرش تحاسب حد في عدم وجود الكي بي ايز اللي هي كي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات الاداء الاساسيه. وهنا العشم برضو مش هيخليك عارف تحاسب شريكك اللي هو في الاساس صاحبك، ودي اكبر نسبة فشل
للشركات تخلي الشركات تقفل. تعالوا بقى ناخد كذا مثال كده من قصص واقعية. لو 3 أصدقاء قرروا يعملوا شركة والمنتج هنا كان مثلا موبايل ابلكيشن، واحد داخل بالفلوس، واحد داخل بالمجهود الفني، واحد داخل انه هيوفر المكان والاجهزه المطلوبه، واتفقوا ان نسبتهم في الشركه دي هتكون متساويه. النوع ده من الاتفاقات موجود طبعا وكتير، واكيد شفته، وهي قائمه على المشاركه التكامليه. يعني ايه؟ كلنا بنكمل بعض. ومن فوائدها ان نسبه المخاطره بتكون قليله والانتاجيه بتكون عاليه نسبيا. نسيت اقول لكم، انتوا عارفين المشكله فين؟ لا، انتوا عارفين المشاكل هتيجي ازاي؟ تعالوا ناخدهم واحده واحده كده ونحللهم. ايه هو تعريف الشركاء للمجهود وتقييمهم ليه هيكون على اساس ايه؟ ايه هو تعريفهم للاجهزه ومواصفاتها والمكان ومواصفاته ايه؟ وايه الفلوس المطلوبه والمفروض يدفعوها ازاي والمين وامتى؟ وكل التدفقات النقديه دي يحسبوها ازاي؟ الكارثه هنا بقى ان هم اقتصروا فكره وجود الشركه على 3 حاجات وما كتبوش بالتفصيل دور كل واحد منهم ايه وهيقدم ايه للشركه علشان يعرفوا على اساسه يحسبوا نسبه كل واحد فيهم. تعالوا بقى نكمل الحدوته. راحوا يأسسوا الشركة ويعملوا عقد تأسيس وسجل تجاري والأوراق الرسمية المطلوبة. اكتشفوا ان طبعا ان في لازم يكون محاسب موجود هو اللي هيعمل الحاجات دي، والراجل ده سألهم عن حاجات معينة. اولا اتعابه هياخدها ازاي، راس مال الشركة، مين ليه حق التوقيع والإدارة، وعن مكان الشركة. وهنا بدأت تظهر مشاكل من نوع تاني خالص. الاول، ليه نعمل شركة براس مال صغير لما ممكن نعملها براس مال كبير عشان نبان كبار قوي في السوق والناس تحترمنا؟ وهنا حطوا ضغط مالي على شريكهم اللي كان داخل بالفلوس، وتفاجئ ان هم عايزين يزودوا راس مال الشركه وهو ما كانش عامل حسابه ماديا. راحوا يشوفوا المكان اللي اتجهز وشريكهم اللي صرف كتير قوي على تجهيز المكان والفرش، اتفاجئوا ان المكان شقه في دور ارضي في عماره سكنيه، وطبعا ده غلط لانهم المفروض يروحوا لمكان تجاري. واختلفوا برضو عشان يشوفوا مين ليه حق التوقيع والتعامل المالي مع العملاء والبنوك. بس تعال نفترض ان هم حلوا مشاكلهم وظبطوا اتفاقاتهم، وهنا هقول لهم مبروك، انتقلتوا معانا للمرحله الثانيه. يلا بقى نبدا في الابلكيشن. اكتشفوا ان الوقت المطلوب عشان شريكهم يخلص الابلكيشن تقريبا في حدود 8 شهور عشان بيشتغل لوحده، وكمان المده دي هتتحسب بعد ما واحد تاني خالص يعمل الديزاين بتاع الابلكيشن، وده كان مخالف لتوقعاتهم. وهنا عشان رجليهم غرزت وعشان عايزين ينجحوا، فهيجيبوا الديزاينر ده بفلوس تانية عشان يعمل الحاجات المطلوبه. وطبعا هيفكروا على طول ان هم يسرعوا الموضوع ويقترحوا ان هم يجيبوا 1 أو 2 مبرمجين زياده مؤقتا، يعني بفلوس برضو علشان يخلصوا الابلكيشن في 4 شهور بدل 8 شهور ويستفيدوا بالوقت اللي ضايع ده. لسه بيتفقوا، راحوا واخدين كمان مفاجأة ان الراجل بتاع الديزاين محتاج يعمل ايدنتيتي وبراندنج وحاجات كتيرة قوي سعادتك في الماركتنج عشان يعرف يعمل الديزاين بتاع الموبايل ابلكيشن. وهنا بدأ يظهر 3 مشاكل اساسية عشان نلخصهم كده بالراحة. بدأوا يدفعوا ايجار في المكتب من غير ما يستفيدوا بيه، زيادة في التكلفة في حاجات ما كانوش عاملين حسابهم عليها، الشريك اللي داخل بالفلوس والشريك اللي داخل بالمكان والاجهزة بدأوا كده يكتشفوا ان في حاجات ما كانتش واضحة ليهم. ولما اتكلموا مع شريكهم اللي داخل بالفنيات قال لهم ان دي حاجات طبيعيه وبديهيه ومش محتاج انه كان يشرحها في الاول، وانه مش ذنبه انه ما يعرفوش الحاجات دي، وانه ممكن كمان يعمل الحاجات الفنيه دي كلها بس الوقت هيطول منه اكتر بكتير وهم اصحاب القرار. وهنا لو عايز تخلي الموضوع عام اكتر يبقى بنتكلم عن كل الحاجات الجديده والطارئه اللي بتظهر وانت ماشي في المشروع بتاعك مع الشركاء وانت ما كنتش عارفها ولا عامل حسابك عليها. وخلينا فاكرين موضوع الشيطان والعشم عشان يطلعوا في الاخر وجهين لعمله واحده في النوع ده من التعاملات. تعالوا برضو نفترض ان هم كبار وعاقلين وحلوا مشاكلهم وظبطوا ورقهم، وهنا هنقول ليهم مبروك، انتقلتوا معانا للمرحله الثالثه. بس المرحله الثالثه دي هخليها للفيديو اللي جاي لانها محتاجه تركيز وكوبايه قهوه كبيره قوي، عشان احنا داخلين على مستوى مختلف اعلى في التحديات والمشاكل والتعقيدات. لو عايزين تتعمقوا اكتر في رياده الاعمال تابعوني علشان هنشرح باقي التفاصيل بس من زاويه جديده. وفي الفيديوهات اللي جايه هنشرح ازاي تتوقع الغلط اللي هيحصل من الشركاء وازاي بقى نختلف ونتفق، والمهارات وكل التفاصيل دي هنقولها في الفيديو اللي جاي. في النهايه دي ارزاق وربنا بيقسمها، انت عليك تسعى وتجتهد، بس كمان محتاج توفيق من عند ربنا كبير جدا. وصدقني برضو خلي كل اسبابك انك عايز تفتح شركه ان ناس تسترزق من وراك، ودي التجاره المظبوطه اللي ربنا بيساعدها وبيكرم صحابها. وصلنا لفقره الكتاب. النهارده معانا 3 كتب مهمين جدا هيحطوك على الطريق الصح وهيخلوك تتجنب الاخطاء، لان هم مجمعين معظم المشاكل والتحديات بتاعتهم. اول كتاب معانا ستارت اب لايف، حياه الشركات الناشئه. تاني كتاب 10 mistakes
mistakes startup business makes and how you can avoid them. يعني 10 أخطاء بترتكبها الشركات الناشئة وإزاي تتجنبها. ثالث كتاب وده مهم جدا اسمه business lessons، يعني دروس الأعمال. مع الكتب دي هتشوف إزاي تعدي التحديات والعوائق في الشركات الناشئة، مع إن مفيش صيغة سرية للنجاح بتاعت علاقتك مع الشركاء، وهتعرف إيه أهم 150 خطأ ممكن تقع فيه الشركات وإزاي تتجنبها، وإزاي كمان في مرحلة من مراحل الإحباط تطلع بخطة وتعرف تنجح وتعرف تحقق ربح عالي جدا. وهيكون معانا حوالي 55 من رواد الأعمال الناجحين بكل تفاصيل نجاحهم. ما تنساش تكتب في التعليقات ايه أكتر حاجة سمعتها وعلقت معاك أو عجبتك، وما تنساش تتأكد انك انت مشترك معانا في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات بتاعتنا. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي.